تخيلوا معايا كده دكتور قرر ما بين يوم وليلة انه هيبقى قاتل عشان بس مش عارف ياخد حقه. لا ومش بس كده، بدل ما يبقى طبيب يداوي الناس، لا قرر يمسك منشار كهربائي وهو اللي يقطع الناس ويحول عيادته لمجزرة بشرية. النهاردة الجريمة مختلفة عشان اللي ارتكبها دكتور معروف، الدكتور محمد الغريب. دكتور معروف في القاهرة بس كان له عيادة خاصة في مصر الجديدة. بشهادة كل المقربين وكل الناس اللي اتعاملت معاه قالت ان الدكتور كان محترم وهادي وبيعطف على اللي حواليه، وقالوا ان استحالة دكتور بالاخلاق دي يقدر ان هو يعمل جريمة تعتبر من ابشع الجرائم اللي حصلت في السنين اللي فاتت. ناس قالت انه استحالة يكون شخص متعلم زي ده وعارف ربنا وبيشوف كل يوم الموت في شغله يقرر مرة واحدة ان هو يبقى قاتل. القصة كلها بدأت ان كان في تاجر كبير ومعروف اسمه محمد مختار، تاجر ادوات كهربائية. الراجل ده اختفى مرة واحدة ومرجعش البيت. زوجته قررت ان هي تروح تعمل بلاغ باختفائه وان هو مرجعش بيته. الشرطة هنا بدأت تتحرك في جميع الاتجاهات لحد ما وصلت لخيط صغير جدا، واكتشفت ان اخر مكالمة كانت ما بينه وما بين الدكتور محمد الغريب. بس وقتها محدش كان يتخيل ان الدكتور بذات نفسه يكون هو اخر واحد اتواصل مع المجني عليه. والتحريات اشتغلت في سرية تامة وبدأت الشرطة تراقب العيادة وتفتشها، لكن مفيش اي حاجة غريبة، كله تمام. لحد ما في يوم من الايام في شخص مجهول اتصل على الشرطة وقال لهم ان شاف الممرض اللي شغال عند الدكتور وهو داخل بالليل ومعاه شنطة كبيرة شكلها غريب وبين عليها ان هي تقيلة عشان كان بينقلها بصعوبة، وكمان كانت ريحتها صعبة جدا وريحتها وحشة. هنا الشرطة خدت الكلام فورا وراحت عشان تفتش العيادة، بس اكتشفت ان في كارثة. لقوا ايه بقى؟ لقوا اوضة صغيرة ورا العيادة. اول ما دخلوا الاوضة دي شافوا اثار دم على الارض وشافوا ريحة من ابشع ما يكون. هنا الشرطة اتأكدت ان في مصيبة، في كارثة حصلت في المكان. وبعد تفتيش دقيق لقوا آثار جثة بني آدم ملفوفة في أكياس، وكان المشهد والريحة صعب إن هي تتوصف. ولقوا إن الجثة متقطعة بشكل غريب وكأن اللي مقطعها معلم عنده علم بالتشريح والتقطيع في الجثث بشكل لا يوصف. هنا الشرطة ما خدتش وقت كتير عشان تفهم، هنا اتأكدت ان اللي عامل الجريمة دي هو الدكتور نفسه. التحقيقات كشفت ان السبب كان على خلاف مالي ما بينهم، ان كان الدكتور ادى مبلغ 170 الف جنيه للمجني عليه عشان يشغلهوله في التجارة، لكن يقال ان المجني عليه الله يرحمه بقى ان هو كان نصاب وناصب على ناس كتيرة جدا. بس المجني عليه رفض ان هو يرجع الفلوس للدكتور وقال انا خسرت الفلوس كلها في الشغل وما عنديش فلوس ان اديها لك. هنا الدكتور حاول يتكلم معاه مرة واتنين وتلاتة، لكن المجني عليه كان مصمم على مبدأه ان هو مش هيرجع اصلا الفلوس للدكتور. هنا الدكتور قرر ان هو ينتقم وياخد حقه بنفسه ورتب لكل حاجة واستعان بالممرض بتاعه واتصل على المجني عليه وقال له تعالى عشان نتكلم لآخر مرة. والدكتور استدرج المجني عليه لعيادته في الأوضة الصغيرة اللي ورا العيادة، وراح فعلا المجني عليه للدكتور عشان يقعدوا ويتفاهموا لآخر مرة. قعد مع الدكتور وبدأوا ان هما يتكلموا وحصل ما بينهم مشادة كلامية، لكن الدكتور هنا كان عارف ان هو مش هياخد حقه وكان مرتب كل حاجة. فاللي حصل من الدكتور ان هو قام وخدر المجني عليه وبعديها ضربه بالرصاص، طبعا كل ده بمساعدة الممرض بتاعه. وبعد ما ضربه بالرصاص فكروا ان هما يتخلصوا من الجثة، معرفوش يتخلصوا منها، قالوا احنا هنقطعها لست اجزاء بالمنشار الكهربائي، وبعد كده بعد ما يقطعوها هيولعوا فيها، وبعد كده هيتخلصوا من الاجزاء دي هيرموا كل جزء في مكان شكل، يعني عشان محدش يتعرف على الجريمة.
بس طبعا زيها زي اي جريمة لازم بتطلع للنور والحقيقة بتنكشف والمجرم بيتمسك والحق ان شاء الله بيرجع لاصحابه. الممرض انهار واعترف في التحقيقات بكل حاجة، وقال ان الدكتور هو اللي دبر وخطط للجريمة، وان هو بس ساعده عشان خوفا من الدكتور. وقال انهم بعد ما خلصوا على الجثة وقطعوها قرروا ان هم يتخلصوا منها، لكن يشاء ربنا ان زيها زي اي جريمة ما قدروش ان هم يخفوا البقايا، الدم والريحة وبعض الآثار هي اللي فضحتهم. نيجي بقى للمشهد في المحكمة. المشهد كان مرعب، والدكتور كان قاعد هادي وكأنه حاطط مراوح على قلبه ومش مدرك ومش مستوعب الجريمة اللي عملها. وجنب منه يا عيني الممرض عمال بيعيط ويحكي التفاصيل ويعيد ويزيد، وعمال يأنب ضميره ومش مستوعب هو ازاي جاله قلب يساعد الدكتور في جريمة زي دي. والجريمة كلها بقت حديث الناس، والناس مش وراهم سيرة غير الدكتور الكبير المحترم ازاي قدر ان هو يعمل جريمة زي دي، وازاي بدل ما هو يستخدم علمه قدر ان هو يتحول لقاتل ما عندوش ضمير. حكم عليهم بالاعدام وتنفيذ الحكم يوم 25/5 الشهر اللي جاي. بس تفتكروا ان البني ادم ممكن في لحظة يتغير من دكتور يداوي جراح الناس ليبقى هو مجرم وقاتل وهو اللي يقطعهم بايده؟ تفتكروا معايا كده لو كان الخلاف المالي ده محصلش اصلا من الاساس ما بين الدكتور والمجني عليه، كان الدكتور هيفضل دكتور؟ ولا اللي كان اللي جواه مش هيبان وهيفضل مستخبي او مستني اللحظة اللي هيطلع فيها الشر اللي جواه؟ انا عن نفسي الشر مش مستني ان هو يكون دكتور، الشر ده حاجة مستخبية جوه النفوس بس مستنية بس حد يحركها. نهاية ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، تدعوا لوالدي بالرحمة، واستنى رأيكم في التعليقات. سلام.